يا مجدي، هو انت ممكن تفهمني حاجه في الفانكشن بتاعه الاكسل؟ اه طبعا، بس ليه ما سالتش حد من الاي تي؟ ما انت عارف محدش فيهم فاضي، ولو حد فاضي مش هيفهمني زيك. هي الفكره بس ان انا عندي ضغط شغل جامد قوي. طب خلاص، احنا ممكن نقعد ساعه بعد الشغل تفهمني اللي انا محتاجاه، وان شاء الله تلاقيني شاطر. مفيش مشكله. ميرسي قوي يا مجدي. سيبك دلوقتي من الشغل، هنرجع له. مالك حاساك متغير؟ انا عملت حاجه غلط ضايقتك؟ لا مفيش حاجه، بس موضوع الفطار يعني اللي جبتهولي ده زعل ساره مني شويه. انا اسفه لو انا عملت لك مشاكل في البيت، بس انت عارف انت اكتر حد انا بثق فيه، يعني غير الشغل في اي حاجه تانية. لا هي بس غيوره شويه، بس عادي يعني حوار ويعدي. انا كده كده بالي مشغول بكذا حاجه تانية. بص يا مجدي، ايا كان اللي مخليك دلوقتي زعلان، انا عايزه افكرك ان انت شخص مميز. مش بس مميز، شخص اي بنت تتمناه، وتستاهل ان انت تعيش سعيد. ولو انت في مكان مش حاسس فيه بالسعاده، يبقى ده مش مكانك. ولو في شخص مسبب لك اي مشكله او اي اذى،